بما اننا خلاص داخلين على المدارس، والاسعار بتاعة العيش الطويل بقت غالية جدا. واكيد لو حد عنده فردين او ثلاثة اطفال بيروحوا المدرسة، صعب قوي ان هو يجيب لهم دلوقتي عيش طويل من بره. فانا عملته في البيت بطريقة اقتصادية جدا، من غير لبن ومن غير زبدة. وزي ما انتوا شايفين لونه طلع عامل ازاي ومفرغ من جوه وشكله عامل ازاي، وطعمه كان غاية من الجمال. يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ ونشوف الفيديو عملناه مع بعض ازاي. معايا هنا نص كيلو دقيق منخول، نزلت عليه بنص معلقة ملح صغيرة، معلقتين ونص سكر، وكمان معايا معلقة ونص لبن بودرة، ودي اختياري بس بتدي هشاشة وطعم جميل جدا للمخبوزات أو للعيش عموما. نزلت كمان معايا بمعلقة كبيرة خميرة فورية. طبعا هقلب الأول المواد الجافة كلها مع بعض بالشكل ده كده. لازم ادمج الأول المواد الجافة كلها مع بعض، وبعد كده هنزل بالمواد السائلة. معايا هنا نص كوباية زيت، انا ما حطيتش في الوصفة دي او ما استعملتش في الوصفة دي زبدة، انا استعملت زيت. هننزل بقى بالمية، وهننزل بالمية بالتدريج. انا هنا حطيت كوباية الا ربع مية. هنبتدي نقلبهم كده، نشرب بيهم الدقيق. انا هبتدي دلوقتي طبعا استعمل ايدي، بيبقى اسهل بكتير من الاسباتولا. كده خلاص استعملت كوباية المية الاولانية. وطبعا كل دقيق بيختلف من دقيق للنوع للتاني. مليت كوباية تانية ونزلت بحوالي 3 معالق مية، مش اكتر من كده. خلاص بدأت العجينة تلزق في ايدي زي ما انتوا شايفين. هحاول المها من الطبق والم اي دقيق ناشف موجود على جناب الطبق كده. وبعد كده هبتدي ان انا اعجنها على الرخامة. نزلت هنا بحبة دقيق صغيرين عشان الم بيهم العجينة، وهبتدي الم العجينة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. طبعا هي تاخد معانا عجن حبة محترمين يعني. وطبعا كل ما بتدي للعجينة عجن كويس وبتعجنيها كويس وتريحيها كويس وتسيبيها تخمر، بتديكي طبعا نتيجة كويسة جدا في اي مخبوزات انتي بتعمليها. هنا انا جبت بولة وضفت فيها مية، عشان ان انا لو احتجت مية يا دوبك بس ابل ايدي فيها. بس انا ما عملتهاش غير مرة واحدة بس. بدأت العجينة تلزق زي ما انتوا شايفين كده. طبعا العجينة دي كده فيها عرق جامد جدا، وكل ما هتعجنيها هتطلع مادة الجلوتين اللي في الدقيق. طبعا الانواع كتيرة جدا بتاعت الدقيق المتوفرة في السوق، والافضل ان انت تستعملي دقيق تكوني مجرباه قبل كده. شايفين العجينة بدأت ما تقطعش معايا. هعجن فيها كمان حبة، وبعد كده هبتدي ألمها زي ما انتوا شايفين كده، وأرجعها في الطبق تاني، وأدهنها بنقطة زيت صغيرة. وهغطيها واسيبها تخمر لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع، على حسب ما تخمر معانا. طبعا هنا الجو حر، ما خدتش معايا نص ساعة بالظبط. ابتديت ان انا ادهن ايدي زيت، وابتدي ان انا امسك العجينة واعملها رول بالشكل ده. قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده قطع. تمام. معايا هنا ميزانة، انا هنا بوزن كل قطعة حوالي 50 جرام. انا بالنسبة لي كان الحجم ده كان بالنسبة لي مناسب جدا. انت حابه تكبريه عن كده مفيش مشكله، حابه تصغريه عن كده مفيش مشكله. بس النص كيلو ده بالخمسين جرام عمل معايا بالظبط 21 رغيف. طبعا يعني 21 رغيف دلوقتي عشان تجيبيهم من بره مبلغ. هنبتدي هنا بقى نفردهم بعد ما خمرت العجينه معانا. نزلت هنا برشة دقيق بسيطة جدا جدا جدا، وفردت العجينة زي ما انتوا شايفين كده، وابتديت اتنيها، وكل تانية بدوس عليها عشان ما تفتحش مني تاني، وبقفلها من الجناب ومن فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
يعني بتأكد جدا ان العجينة اتقفلت معايا كويس عشان العجين اما يخمر ما يفتحش معايا الرغيف تاني. طبعا هنا انا جبت حوض وعارفة ومتأكدة ان هو مش هيلزق فيه. ولو حاسة ان الحوض اللي انت هتستعمليه او الصينية العيش هيلزق فيها، يا اما تدهني مسحة زيت يا اما تحطي ورقة زبدة. هعمل واحدة تانية، نزلت تاني برشة دقيق بسيطة وفردت العجينة زي ما انتوا شايفين كده، وبقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا نراعي ان العجين ما يبقاش رفيع قوي عشان الرغيف ما يطلعش مننا رقيق. تمام. هكمل بقى الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده الكمية اللي انا عملتها كلها خدت الحوضين دول. تمام. هسيبهم لغاية ما يخمروا. هنا كان خلاص العجين خمر برضو ما خدش حوالي 10 دقايق. هبتدي اجيب نص كوباية مية، نزلت عليها بمعلقة سكر صغيرة، وده اللي انا هدهن بيه وش العجينة. طبعا الفران بره مش هيستعمله ولا لبن ولا صفار بيض. انت موجود عندك لبن اعملي، مش موجود اعملي بنفس الطريقة اللي انا عاملاها دي. وبما ان احنا ما استعملناش اصلا لبن في العجينة اللي احنا بنعملها دي وبنقول عجينة موفرة، فانا دهنتها بالسكر والمية وهتديكي نفس نتيجة الأفران بالظبط. دهنت كل رغيف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا في الوقت ده انا كنت مسخنة الفرن. تمام. بدخله في الرف الوسطاني على درجة حرارة متوسطة عشان يستوي وما يبقاش معجن قلبه من جوه زي ما انتوا شايفين. ده شكله في الفرن. ما خدش معايا حوالي ربع ساعة تسوية. طبعا طلع طعمه تحفة فوق ما تتخيلوا، ووفر لي كتير عما كنت بشتريه. هنا خلاص العيش كان طلع معايا. شايفين سوى الأرضية بتاعته عامل ازاي والوش بتاعه نفس اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط، بل أجمل وأطعم والله العظيم. هنا هفتح لكم رغيف عشان تشوفوا قلبه من جوه عامل ازاي، وقد ايه كله مليان لبابة من جوه مش فاضي. شايفين الرغيف من جوه عامل ازاي. وده شكله كمان لما قطعته من النص. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب.